عليكم ورحمة الله وبركاته. الحرارة هنا في جدة في المدينة. نحن الآن نتواجد أمام المسجد النبوي، فنعمل معكم دورة يعني سوق المغسلة هنا بإذن الله. سوف نرى ماذا عندهم. والله أقول لكم رسالة هنا في هذه المدينة، سبحان الله. طمأنينة وراحة نفسية، يعني سبحان الله. يعني وسبحان الله البارحة يعني جلست مع واحد يعني تاكسي يعني سعودي، وحكى لي كيف بني هذا المسجد. قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مسجد القبة، وكانت له الناقة يا إخواني، وهذه الناقة يعني تركها تذهب، وقال حيثما تقف هذه الناقة سأبني منزلي وسأبني المنزل. سبحان الله. والناقة بقى ذهبت من القبة، مسجد القبة، إلى هذا المكان الذي فيه مسجد النبوي الذي بناه خير خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الناقة جاءت هنا واستراحت، فكان هذا هو حكاية هذا المسجد النبوي الذي بناه خير خلق الله. هنا حرارة الآن إخواني، سوق المغيسلة. Hello brother, how are you? Pakistan. Pakistan, MashaAllah. What's your name? What's your name, Ubas? Uves. MashaAllah, Uves. You working here, Uves? MashaAllah. هناك كثير من الباكستان والبنغال هنا في السعودية. I'm from Morocco. MashaAllah. MashaAllah. Thank you. Zindabad. Khana khane, brother? Huh? Khana acha hona hai. No, thank you. I'm eat before. Okay. Thank you very much. Nice work. هذا هو المكان إخواني. أنا لاحظت الكثير هنا في السعودية، يعني أكثر من آسيا، يعني من ماليزيا وتايلاند. يعني هناك كثير من البنغال والهنود والأفغان، لا ليس الأفغان، البنغال والهنود والباكستان. وملاحظتي أنا في هذا النوع من الناس، ملاحظتي هنا يعني هما يشتغلون بأرخص الأثمان، وناس يعني أنا شخصيا أنا مسلم وأحب، والله سبحانه قال لا فرق بين عجمي وعربي إلا بالتقوى. لكن هذا الناس يعني بتجربتي ومعيشتي في آسيا 2 ولاحظتهم هما ناس يعني السلام عليكم كيف الحال، ناس مش طيبين. يعني البنغال يعني ناس دراويش صراحة، يعني البنغال ناس يعني دراوش، يعني تلقى فيهم قليل يعني اللي ليس حاله كما هو الحال يعني. أما الباكستان والله اشتغلت معهم في آسيا ورأيتهم وأعرفهم، وهنا كل الناس يشكون منهم، حتى هم هنا إخواننا السعودية يكرهونهم يعني لتصرفاتهم لمعيشتهم. هذه قسم العوائل هنا هذا والهنود حتى هما يعني حتلقى فيهم ناس طيبين وناس محبين صراحة، يعني فيهم ناس طيبين لكن القليل، يعني طريقة معيشتهم يعني غريبة جدا. يعني هذا المحل هنا يبيعون فيه مثلا هذه الأشياء هنا، المسك، هذا يارا سارة بارفان ديال النساء، العود، كل الأشياء الحميدة. عندك هنا هذا معروف عندنا، هذا عندك هذا أميرة العرب معروفة في المغرب، زيت المشاط الأحمر، زيت كثير من الأشياء يعني. وعندك هذو الخواتم، هذو مثلا، عندك هذو فهمني، عندك مثلا. فيعني كثير من الناس يرون بأن والله ما بعرف يا حجة، هو حيجي كل الأشياء الجميلة هنا يعني صراحة. عندهم عود، أشياء صراحة جميلة. عندهم هذه الخواتم مثلا. فتجربتي هنا يعني الله يخليك،
تجربتي هنا أنا هذا السلام عليكم أخي اليمني معي في الفيديو ما في مشكلة. هذا إن شاء الله إذا أتيت هذا شو اسمه هذا المعرض هذا؟ هذا سوق مغسيلة مرسيلة في قبة. في هذا قبة ما ممشى شاء قبة. ممشى قبة. هذا أخي اليمني أحسن الناس اليمنيين أطيب حياكم خلق الله. الناس والله. قل كلمة للمغاربة. على عين المغاربة. الله يخليك الله يخليك الله والله يبارك. الله شكرا يسعدك. شكرا باسم كل المغاربة نشكركم. ونشكركم الله يجزيك باسم بخير. اليمن كامل. الله يحفظك الله يا يجزيك رب. بخير. هذا هو إخواتي أخذكم دورة هنا فنكمل حديثنا على الهنود والباكستان يعني هما ما يحبونا أنا أحس بهم لا يحبوننا فحتى هما يعني ما فيهم فايدة يعني حتى يأتون يشتغلون هنا والله يعيشون عيشة الصراصير يعني بيت واحد 50,000 واحد فيه يأكلون ومتسخين جدا. هنا بير يا إخوان لا مو بير هذا فمعيشتهم ضنكة يعني ومعاملتهم لا يعرفون يتعاملون متهججين متسخين